فتحت أغلب السنابات مو قادرة على الباجي، طبعا كلكم عسل، بس يعني سناب واحد أبي أعلق عليه أقول لكم موضوعه. هذه كاتبت لي كلكم صرتوا بياعات تشتغلون عمل واحد في السنة والباجي السنة تبيعون. خلنا أقول لك شغلة بس أبي أوضحها لك. قبل السوشيال ميديا هالهبة وهالظاهرة إحنا شنو كنا نسوي قبل؟ ما كنا نسوي إعلانات؟ مايات المصممة أنسام الخلف في مسلسل الدنيا القوي ولبستنا دراريع وبدر عشان نسوي لها إعلان؟ مايت خبيرة التجميل ألاء دشتي وحطت ميكاب وسوت شعر عشان ينزل اسمها في كادر في المسلسل دنيا القوي إعلان؟ ما كنا إحنا نلبس ونحضر معارض ونسوي لهم إعلان، بس كان ينزل بالتلفزيون وبالجرايد والمجلات، ماكو سوشيال ميديا. ما فتحت أنا صالون في ذيك الفترة، يا ريتني فاتحته الحين، كان السوشيال ميديا خدمتني إني أعلن عليه أكثر، كنت أسوي له إعلان. كنا نروح الجرايد عندنا ألو يدقون علينا الناس، إلهام شنو حمرتك؟ شنو عدساتك؟ شنو شدوك؟ في مسلسل الإمبراطورة انحطيت حمرة بنفسجية، نزلت في المعارض وتسمت باسمي حمرة إلهام الفضالة. في ثمن عمري دراريع الهام. كنا نسوي إعلانات بس بطريقة ثانية، مو بطريقة الحين السوشيال ميديا، كان طريقة إعلاناتنا بالتلفزيون والجرايد والمجلات. يعني باختصار إحنا كنا أول من يسوي إعلان بطريقة ثانية، طريقة الكادر في التلفزيون والجرايد والمجلات. حق بعد كانوا المصممات يبي يلبسونا عشان ينزل اسمهم كادر، الماكيرات يبي يحطوا لنا مكياج عشان ينزل اسمهم كادر، حتى المعارض والمحلات والمطاعم، الشركات، مكاتب السيارات، كلها كانوا يتعاملون مع المسلسل عشان اسم الفنان فيه وينزل اسمه إعلان في كادر. احنا الفنانات اول ما فتحنا الانستغرام كانت تذكرون تجينا هدايا كل يوم لهني عشان ننزلهم ونذكر اسمهم كاعلان ودعايه، وكان ايامها في بلاش، ما كان في هذه سالفه الاعلان والدعايه، ما كان وجود الفاشينيستات، ما كان موجود هذا الموضوع. كانوا يطرشون لنا احنا كفنانات عشان دعايه وننزل شكر. كنت كل يوم ادش بيتي الهدايا لهني تطفح وكان تذكرون اللي متابعيني من الاول. المهم تغير الزمن وتغيرت طريقة الإعلانات، صارت بدال الكادر في التليفون. مو عيب مو عيب. صار بدال ما نعلن في كادر مسلسل تلفزيوني أو مجلة وجريدة نعلنه في تليفوناتنا. شنو الجديد في الموضوع؟ ما في جديد غير تطور. أذكر أيام الإمبراطورة كان صالوني موجود، طبعا صبغة شعري بنفسجية، كان صالوني كله بنفسجي للصبح، نقعد برمضان نصبغ بنفسجي. سويت حق صبغتي دعاية حلوة أيام الصالون. المهم مو كذي، كان يجيني اتصالات على الصالون، واحدة من البنات تذكر سالفة، والله أتذكر هذا الاتصال كان مضحك. كلمتني سلمت علي، إلهام شنو الشدو اللي تحطينه تحت حاجبك؟ كنت أتذكر ماك، قلت لها من ماك. المهم حمرتك البنفسجية اللي سوت لويا، قلت لها الفلانية. بعدين كانت تقول لي وصبغة شعرك. المهم سألت رديت عليه. بعدين كانت تسألني سؤال، كانت تقول انزين شنو عطرك؟ كان أقول لها شلون شميتي العطر من الكاميرا؟ قريبة يعني. عرفتوا طريقة أسئلتها شنو؟ دراريعك من وين كانت؟ أذكر من المصممة بنت الحاي، عواطف الحاي. كانت المصممة عواطف الحاي ملبستنا في هالمسلسل كإعلان ودعاية حقها. المهم يوم سألتني دراريعك وشدوك وهذا، بعدين عطرك هو حبيبتي اوكي انت شفتي الشدو الحمرة الدراريع، لكن العطر شلون شفتيه؟ تقول لا إلهام عشان انا احبك بس ابي اعرف العطر اللي تحطينه. فشوفوا شلون كنا. مو قادرة اتحمل التعليقات بصراحة. انتو شنو من بشر، احبكم قولي احبكم. جمهور إلهام احبكم وايد. اي والله ينحبون. بوسيهم. تغير. حرة نور، أنا عندي ناس وايد يحبوني، حتى أنا عندي فزاع عشتها مو كثري. شنو تبين؟ نور تقول صوري، شنو تبين أصور؟ صورين شيء عادي. قولي حق الناس اللي يحبونا ويحبونك فانزاتك، قولي لهم شو تقولين؟ يلا قولي 16 منقية افكت ما شلون قايل. I love you fans.
المهم بنات ما طلعتي، اللي تاخذ من العطر ابيها تصوره بصورة حلوة جميلة، تحط تعليق، تحط تعليق حلو عشان بنزل الصور عندي بالسناب. طبعا نص الأسئلة عن نظارتي، يا دي هالنظارة يبا بوتيكات دبروا لكم شركة شيء تجيب هالنظارة حطوها عندي. اليوم طقمت أنا وبناتي وردي بوردي، درجات الوردي. نور طلعي، هذه نور بجورة وردي الفاتح يبون يطلعوني رفيجاتهم، فقلت أنا أطلعكم أحسن، أروح أستانس أنا وبناتي ورفيجات بناتي. صح ولا مو صح؟ صح. فجورة طيبة رفيجتك مطرشت لي تقولش نزلوا الدرجات ما أدري العلامات ما أدري النجاح، المهم نزلوها. إنزين طيبة تقول لك مبروك النجاح، شو تقولينها؟ ردي على رفيجتك. الله يبارك فيها. الله. إن شاء الله تكون ناجحة. طيب يلا بناتي حزام الأمان. أنا تعلمت شيء حلو من دبي، إن ما قمت أسوق إلا بالحزام الأمان. في شغلة بتكلم عنها، واحدة كلمتني تو قالت لها أنا وايد أثق فيك ودائما أطلب من بوتيكك لأن أحب الميك اب، بس في شغلة واحدة قالت لي كل ما أطلب كريم أساس منك يطلع قامج. قلت لها أنت بيضة ولا حرطية نفسي؟ تقول بيضة. قلت لها ما يصير حبيبتي، لأن كل واحد احنا البشرة الحرطية دائما ناخذ الفونديشنات اللي تميل على الصفار على البيج، ما نحط الوردي. الوردي من درجتي تختارين من بوتيكي. قالت لي بيضة، بيضة روحي عند هبة الدري حبيبتي، هبة الدري بيضة اللي درجتهم بيضة. فانت لما تدشين بوتيكات المشاهير السليبرتي اختاري درجة اللون اللي نفسك. تطلبين حمرة عادي، اي شيء. فونديشن اذا انت من اصحاب البشرة الحمضية نفسي تختارين الاصفرات، اذا بيضة تختارين الورديات، اذا سمرة في بيضة مو عندي البياض، عندي بدري البياض، فتدشين نفس اذا بياضها تختارين. احنا الاصفرات البيجيات. انا ليش دائما احرص احط درجتين، احط افتح واقمج، لان انا احب ساعات اخلط اذا ابي اغمج او ابي افتح، ساعات احط الفاتح. تحبين تخلطين تحبين تاخذين اذا انت فاتح تبين يعني عادي طبيعي بس يوحد لون البشره، تاخذين الدرجه الفاتحه اللي انا. مثال على سشيدو رقم 140 تستخدمون البيض والسمر اللي نفسي يعني مو درجه قامجه. رقم مثل ما تدرون انا بسشيدو حاطه لونين، لون يستخدمون البيض واقدر انا استخدمه ولون اغمج منه، يعني حتى اعرف ما لان السشيدو الفاتح لون الاصفر الفاتح حلو حق البيضه والحرطيه نفسي، اغمج لا ما ينفع الا الدرجه الغامجه. وبس هذا للتوضيح، لان احنا الحمضيين نحط البيج الاصفر، بيضه هناك تحطها هبه الدري. هلا ريتاج، شلونك؟ زينه؟ انقز اليوم؟ اقول لكم سالفه ريتاج زوجي كل ما نسافر يحرج بنتي بالسوق، يقعد يصرخ في السوق قدام العالم، مثلا صاعدين السلم يقعد يقول ريتاج بدر، فجورة تقول له ابوي بابا خلاص بابا عيب، هو يضحك. سكرت المحادثة لأن لا إله إلا الله شفتوا أسهم البورصة كذي تليفوني قاعد يشتغل فيه، أخلص وأرد أفتشها لأن إذا بخليه مبطل بيطفي علي، ما عندي شحن، فخلص ونكمل مشوارنا. أربعتنا بنلعب هاللعبة ونشوف من اللي يفوز. نور من يفوز؟ أنا. ليه كيفك؟ فجر فازت العادة، أنا أفوز والله. شلون كذي غش. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لعبة قطار الموت اللي لعبناها الحين احنا 4 أشخاص، لفة واحدة ب10 دنانير، لو نلعب لفتين 20 دينار.
يعني احنا نسافر وندش ديزني لاند، نلعب كل الألعاب يومين، ونشوف الشو والأميرات، نشوف الأميرات ونشوف الشراريق والشو والدنيا، يومين نلعب فيهم كل الألعاب ب30 دينار. الشخص 30 دينار، إن شاء الله لو 50، لكنه يقعد بيومين يفر الألعاب فر، ويشوف العروض ويشوف الشراريق. هني نص الألعاب خربانة ما تشتغل، وتيجي تركب لك لعبة انت قطيت كرت. يعني أنا أفضل إنك تسويها تذكرة شاملة برا، ندفع له 20 دينار بس ندش نلعب كلها على راحتنا. يعني أنا حطيت في كرتي 20 دينار بداية، لعبت هاللعبة طارت، واللعبة الثانية بقالي 5 دنانير. زين بلعب بعد شلون؟ أقط 100 دينار؟ كم بقط؟ 100 200 عشان بلعب عيالي الألعاب؟ يا أخي سووها تذكرة شاملة 30 دينار وفكونا، صح ولا لا؟ ولو إن ما تسوى 30 بصراحة، أقطها في يورو بارك ولا ديزني ولا اي ام جي اللي دشيتها بدبي. اي واحد قال لك خربان؟ هذا اللي منك يلا خربانة. يعني لمتى مشروعات السياحية؟ لمتى؟ يعني لا من ألعاب ولا من فلوس. بس شقوق. أنا واحدة من الشعب الكويتي بصراحة أطالب يسوون لنا شيء يسوى على الأقل مثل اي ام جي اللي بدبي العنونة هذه. يعني تكفون هذه لعبة تسوى الشخص دينارين بس عشان أطلب هذا بس خلاص. قصوا عليك نورو، خذوا دينارين ببلاش، ما فزتي ولا شيء، نصابين. طيحتهم كلهم بس ما اثنين. سان رايز ستور هذا أنا دايما أحب أطلب منها، أسعارها تينن وملابسها حلوة. الحين بوريكم، شوفوا هالقطعة تينن، مخمل ثقيلة حق البرد. طبعا بالصور أحلى، بوريكم إياه بالصور. هذا كمه، شوفوا خذيت هالقطعة، هذا تلبس كذي وتقدرين تخلينها بعد مبطلة مع جينز، وكذي إذا لبستيها مع بنطلون جينز تقدرين تسكرينها تصير جاكيت. وخذيت هالجاكيت حق فجورة بنتي، حلو حق عمر التينيجر، والله حتى حق عمري ألبس وياها ما عندي مشكلة، أشاركها قامت الشارع. وخذيت هالفستان، أنا أموت على شيء اسمه فساتين، غرامي الأشياء الوسيعة كذي الفساتين. وهذا البلوفر وايد حلو، طويل وايد حلو حبيته. وهذا اللي توني وريتكم إياها مخمل تينن، لون شعرها يشوق مع البلوزة، وايد حلوة. وهذه بعد اخترتها حق فجورة، حلوة وطويلة. الحلو بهالستور فري سايز، وطلع اسعارها هاي 17 دينار، وايد رخيص السعر وحلو والكل يقدر. انا لقيت صورتي عندها، الجاكيت اللي فيه لولو منها كان، كم مرة طالبة منها. شوفوا الكحلي مع الأصفر ينن بس مخلص، كان أطلب الأحمر حلو، أنا أحب الأحمر، اثنينهم ألوانهم روعة. شوفوا ايش نزل عندنا من ذا بالم، واو عجيبة، إضاءة على هايلايت على كونتور على بودر خدود،